السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نجوى، عندي 27 سنة. أنا دلوقتي بكلمكم وأنا أصلا يعني في وضع مش حلو خالص، وبجد الوضع ده أنا مش عايزة أي واحدة تستسلم لأي شهوة في حياتها، لأي رغبة في حياتها. لازم دايما تبص على ربنا، ولازم دايما تبص على كلام الناس، لازم دايما تخاف على نفسها وعلى سمعتها. انا الوضع اللي بكلمكم منه دلوقتي وضع مفيش اي حد يحبه لنفسه، ولا حتى حد ممكن يحبه العدو، من كتر ما هو وضع مش كويس. انا حياتي بتبتدي من وانا في الجامعة. كنت شاطرة وكانت حياتي كويسة جدا. كنت في كلية تربية، وكان يعني مجالي ده ممكن فيما بعد يعني يعيشني عيشة كويسة جدا. لو اشتغلت بشغلانة في مجالي ده هعرف أعيش كويس جدا. بس للأسف أنا ما كانش في دماغي قوي التعليم، ما كانش في دماغي أصلا الشغل. من الآخر كان كل هدفي إن أنا أتجوز وخلاص. فعلا ربنا كرمني بشخص لقيته جاي يتقدم لي في الفترة دي وأنا في الجامعة، وطبعا يعني شخص ظروفه كويسة جدا جدا. بس أنا من النوع اللي دايما بشوف نفسي أعلى من أي حاجة ومن كل حاجة. دايما شايفة نفسي جميلة جدا، بحب المظهر جدا جدا. لما تقدم لي الشخص ده بقيت اطلب منه حاجات، ان هو مثلا يجيب لي شقة كبيرة، يجيب لي شقة 4 غرف، وهو قال لي انا مش في امكانياتي غير ان اجيب شقة غرفتين دلوقتي. لما نتجوز ان شاء الله وظروفنا تتحسن هعملك اللي انت عايزاه. بس بصراحة بقيت اجي على نفسي شوية لغاية ما المركب تعدي يعني. وفعلا اتجوزنا. وطبعا انا طول عمري كنت بحب اشوف نفسي، كنت دايما احب ان انا البس، احب ان انا اكون جميله طول الوقت، وبحب دايما ان الناس تشكر فيا. بس على قد كده كنت برضو بحب قعده البيت. جيت بعد كده لقيت نفسي يعني اتجوزت، وجوزي دايما بيروح الشغل، ودايما مفيش وقت قوي ان احنا نقعد مع بعض. بدأت اتجاهاتي تروح شوية لان انا اتعرف على حد من جيراني. فعلا اتعرفت على واحدة اسمها سلوى. كانت انسانة يعني كويسة. كانت دايما يعني اللي كان عاجبني فيها ان هي دايما بتهتم بلبسها وبتهتم بمظهرها. كنت لسه متجوزة يعتبر. تعرفت عليها وبقيت اروح لها وهي تجيلي، وبقينا نتكلم مع بعض كتير قوي. قعدت تتكلم معايا وتقولي انتي ما بتزهقيش من القعدة لوحدك؟ قلت لها عادي يعني انا اكيد بزهق، بس هعمل ايه؟ قالت لي يا شيخة اخرجي وتفسحي. انا بخرج واتفسح. قلت لها انتي بتتكلمي بجد؟ طب ازاي يعني بتروحي فين؟ قالت لي بروح نوادي، بروح يعني كافيهات، بيبقى معايا بروح اتعرف على اي حد جديد، سواء قلت لها يعني ستات مثلا، قالت لي ستات، رجاله، بصراحه اي حد بيجي في طريقي عادي يعني. قلت لها بس ازاي يعني انتي ما بتخافيش من جوزك؟ قالت لي هو يعني جوزي قاعد لي؟ جوزي في الاول وفي الاخر بيروح الشغل، ما يكونش فاضيلي اساسا. فعلا بقيت اخرج معاها، وكانت الايام اللي بقضيها معاها كانت لذيذه جدا. لدرجه الاول كنت دايما اسال جوزي انت بتروح فين؟ انت بتروح الشغل متاخر وبترجع لي متاخر، وتروح الشغل ساعات بدري وبترجع برضو متاخر، فايه الحكايه؟ كان يقعد يقول لي والله مشغول، والله غصب عني. طبعا انتوا عارفين الحياه ومتطلباتها كتير قد ايه، عارفين ان فعلا الانسان لازم يجري ورا القرش عشان يعرف يجيبه. بس انا بصراحه ما كنتش بعذره في الحته دي. كنت دايما احس انه بيجي عليا بعدم قعدته معايا طول الوقت. المهم سلوى دي بقيت اخرج معاها مره في التانية، لقيتها بتقولي شفت الشابين اللي قاعدين هناك دول؟ قلت لها اه شايفاهم. قالت لي ايه رايك لما نتعرف على بعض؟ هم قاعدين يبصوا لنا. قلت لها ايه اللي انتي بتقوليه ده يا سلوى؟ ما ينفعش كده. قالت لي وفيها ايه يعني يا بنتي؟ انتي ليه مكبره الموضوع قوي كده؟ احنا هنتكلم مع بعض بس وناخد ارقام بعض ونتكلم كاصدقاء، ايه المشكله يعني؟ قلت لها بس ازاي يعني؟ انت جوزك لو عارف حاجه زي كده، ولا حتى جوزي عارف حاجه زي كده، ايه اللي هيحصل لنا؟
قالت يا ستي ولا حد هيعرف ولا غيره، مين اللي هيقول لهم يعني؟ وبعدين ما كل واحد فيهم ملهي في شغله. المهم اقنعتني. انا بصراحه ما كنتش مقتنعه في الاول، بس يعني قلت عادي بقى مفيش مشكله، يعني التعارف مش هيودي في داهيه. فعلا تعرفنا عليهم واخدنا ارقام بعض، وبقي بينا الحديث على طول متواصل. في الحقيقه محمد اللي انا اتعرفت عليه ده كان لذيذ جدا، كان دايما بيضحكني، كنت دايما ببقى مبسوطه وانا معاه. كنا ساعات بنتفق ان احنا نخرج مع بعض ونتفسح مع بعض، ساعات نروح كافيهات، ساعات انا وهو ومحمود اللي هو صاحبه اللي هو اتعرف على سلوى، يعني كنا بنتفق نخرج احنا الاربعه، وساعات انا وهو بس. كان اللي بيعجبني فيه ان هو عارفني اكتر من نفسي. حسيت فعلا ان انا مبسوطه معاه. حسيت ان انا لما جوزي كان بيجي يتكلم معايا احس ماليش نفسي اصلا اتكلم معاه خالص، وبقيت متجاهلاه طول الوقت. لدرجه يعني هيثم جوزي ده لقيته بيكلمني وبيقول لي هو انت ليه ما بقيتيش مهتميه بيا؟ انت حتى بقيتيش تساليني بتتاخر ليه في الشغل او بتروح ليه الشغل بدري، يعني ما بتتكلميش معايا زي الاول كده. قلت له عادي ده شغلك، ويعني ليه الاولويه؟ قال لي كويس انك عقلتي. اخد الموضوع بتهريج وعدى الموضوع. بس انا بصراحه كنت فعلا عادي ناسيه اصلا، ناسيه شغله، لان لقيت محمد ده واخد كل حياتي. فعلا حسيت ان الحياه معاه لذيذه، بقى دايما يكلمني طول الوقت. طبعا قبل جوزي ما بيجي فطبعا بكون مخبيه التليفون او يعني عاملاه سايلنت، او اللي هو مش بمسك التليفون قدامه كتير. كانت الحياه تمشي كده، ان لما جوزي يخرج امسك التليفون قاعده اتكلم مع محمد، وساعات مثلا يقولي تعالي نخرج كنت بخرج معاه. ساعات اتكلم مع سلوى دي واقول لها تعالي نخرج كلنا مع بعض، كانت فعلا تكلم محمود اللي تبعها ونخرج كلنا مع بعض. كانت الايام لذيذه جدا وجميله. بعد كده وانا قاعده مع سلوى فبقول لها تصدقي يا سلوى انا حاسه ان انا حياتي دلوقتي مليانه. قالت لي مش قلتلك؟ انت كنتي الاول حاسه ان جوزك هو كل حياتك، جوزك اللي يروح الشغل بتبقي مركزه معاه هيجي امتى وخرج امتى وهيتعامل معاكي ازاي لما يجي، ويا ترى هيقعد معاكي ولا لا، يا ترى هيسهر معاكي ولا لا. دلوقتي جوزك ده عادي بالنسبه لك، مجرد بنك مش اكتر. قلت لها فعلا هي حقيقه، انا دلوقتي حاسه مجرد بنك مش اكتر. قلت لها بس في الحقيقه انا حاسه ان انا بقيت مياله اكتر لمحمد، بقيت حاسه ان انا عايزه اتكلم معاه طول الوقت، بقيت مبسوطه جدا وانا بكلمه. قالت لي لا 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 ما ينفعش، ما ينفعش تسرحي لبعيد قوي كده، متنسيش ان انتي واحده متجوزه، في الاول وفي الاخر انتي متجوزه وفي عصمه راجل. قلت لها ليه بس كده بتفوقيني، حرام عليكي. قالت لي لا ما ينفعش، لازم تفتكر طول الوقت، لازم تحط في دماغك ان ده بس محمد ده للتسليه، وجوزك طبيعي هو اللي بيصرف عليكي وهو اللي متجوزك، ولولا انك انتي متجوزه ما كنتيش هتعرفي تخرجي ولا تروحي ولا تيجي. المهم عدى الموضوع ولقيت سلوى دي بتقولي ايه رأيك تيجي نروح رحلة؟ قلت لها رحلة ازاي؟ قالت لي تعالي نسافروا اي بلد تانية انا وانتي ومحمد ومحمود. قلت لها ما ينفعش طبعا، طب هقول ايه لجوزي؟ قالت لي يا ستي قولوا له اي حاجة، اكدبي عليه وقولوا له ان انتي رايحة عند خالتك مثلا مسافرة لها لاي سبب. قلت لها بس انا حتى لو كدبت عليه طب هقول ايه لماما، هقول ايه لاهلي نفسهم، اكيد هيحصل كلام بينهم وبين هيثم جوزي. قالت لي اتصرفي اعملي اي حاجه. بصراحه قعدت افكر طب يا ترى انا هعمل ايه، طب يا ترى مثلا انا يعني هطلع من الموضوع ده ازاي، لغايه ما توصلت الفكره ان يعني كأن واحده صاحبتي تعبانه ومحتاجين ان انا اروح لها، هسافر لها بلد تانية هقعد عندها يومين ولا حاجه. وفعلا عملت كده وقلت لجوزي ان في واحده صاحبتي لازم اسافر لها. قال لي ازاي تسافري لها وهي متجوزه ولا لا، عشان دي لو واحده متجوزه ما ينفعش اصلا انت تروحي تقعدي عندها وجوزها موجود. قلت له لا هي مش متجوزه، هي ارمله، ويعني هي بس مشكلتها ان هي عايزاني وعايزه تشوفني وعايزه تقعد معايا، وبعدين هي تعبانه اصلا وهتعمل عمليه فلازم اروح ازورها. قال لي طب وهي فين؟ قلت له هي في اسكندريه.
طبعا انا اصلا من القاهرة، وفعلا سافرت وبصعوبة طبعا. سافرت انا وسلوى، رحنا قضينا يومين من اجمل ايام حياتي. بس للاسف بصراحة حسيت ان محمد ده بيتعامل معايا كده معاملة رومانسية زيادة عن اللزوم. بيحصل بينا حاجات غصب عني وغصب عنه كده. لقيت ان حتى زعقت معاه وقلت له ما ينفعش، انا واحدة متجوزة. قال لي فيها ايه يعني؟ هو انا بعمل معاكي حاجة؟ انا غصب عني، مشاعري هي اللي بتوديني لكده. في الحقيقة انا زعلت جدا من نفسي ان ممكن يحصل حاجة زي كده مع حد غريب. لقيته بيقول لي هو انت ليه خايفة؟ قلت له يعني ايه خايفة؟ ما هو طبيعي لازم اخاف، انا واحدة متجوزة وفي عصمة راجل وما ينفعش الكلام ده. قال لي بصي، انا بصراحة حبيتك وانت اكيد حبيتيني. قلت له اخر الحب ده ايه؟ قال لي اخر الحب ده مش عارف، براحتك. قلت له مفيش حاجة اسمها براحتي، انا كنت بتعامل معاك كصحوبية واخوة. دلوقتي انت بدأت تاخدني في طريق رومانسي، طريق ما ينفعش، فارجوك خلينا نكمل كاخوات. قال لي بس انا مش قادر، صدقيني انا حاولت، ومن يوم ما عرفتك لغاية النهاردة انا فعلا حرفيا مش قادر ان انا يعني اسيبك. قلت له لا، احنا لازم نحاول ان احنا يعني نبعد عن بعض فترة، يا اما ان احنا يعني نغير اتجاهنا خالص، مش هينفع كده. قال لي يعني انت عايزة ايه؟ قلت له انا بفكر ان احنا نسيب بعض فترة، لو حتى شهر 2 على قد ما نقدر، نحاول نشوف هنبعد قد ايه، ولو كده نسيب بعض احسن. قال لي خلاص براحتك، اللي انت شايفاه يا نجوى، انا مهما اقولك برضو انت مش هتفهميني ومش هتفهمي مشاعري. فعلا قضينا الرحلة بتاعتنا ومشينا، كل واحد روح بقى. جيت بعد كده قعدت مع سلوى دي، بتكلم معاها وبحكي لها، بقول لها انا مش عارفة اعمل ايه، انا محمد ده حبيته جدا. لقيتها بتقولي طب بس احنا اتفقنا من الاول ان انت هتتعاملي معاه كصديق. قلت لها بس انا مش قادرة فعلا، مش قادرة ابعد عنه. عامة انا هحاول ان انا ابعد عنه. قالت لي هو احسن لك كده برضه. قلت لها طب انتي علاقتك ايه مع محمود؟ قالت لي بصي، انا مش زيك، انا مش سايبة مشاعري زيك قوي كده. يعني انا محمود ده بالنسبة لي مجرد عادي، واحد كده وخلاص بتكلم معاه. قلت لها بس انا مش قادرة اتعامل كده مع محمد. قالت لي لا ما ينفعش، لازم تحاولي تفصلي، وعامة ادي لنفسك فرصة شهر 2 زي ما انتي ما قلتي، وممكن تنسيه مع الوقت. فعلا قلت لها خلاص وسبتها وطلعت. لقيت نفسي تعبانة، وللأسف لقيت حاجة حصلت لي مش عارفة اقولها لكم ازاي. هقولها لكم الحلقة الجاية. اسيبكم في رعاية الله وأمنه.